اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على نبي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتيم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم. اللهم امين امين امين. بصوا بقى، انا اول ما لقيت الكرنب نزل في السوق قلت ما يفوتش الفرصة دي ابدا ولازم اشتري كرنبة واعمل اعظم حلة كرنب وفرخية كده بتتبيلة على ذوقي. وبصراحة الكرومبه دي ما خذلتنيش ابدا، طلع طعمها تحفه قوي. والتتبيله اللي انا عملتها للفراخ كانت مختلفه سهله ولذيذه. وبصراحه كنا بنقول يا ريتنا كنا عملنا فرخه جنب الفرخه كمان، لان هي طعمها بصراحه ما كانش يتقاوم. والمحشي معانا برضو انتوا عارفين كل مره بخلطه مختلفه. انا برضو ما عنديش في المحشي يا مرحميني. الفرخه اللي معايا هنا كان حجمها كبير، بس لما استوت خست تقريبا كده اتحسدت. حطيتها في محلول نقع، وهي ملح وسكر وليمون وخل. شلت سلسلة الظهر بتاعتها وغسلتها كويس جدا، وهقسمها من النص بالشكل ده كده. ده كده الشكل اللي انا عايزاه. معايا هنا بصلايه كبيره مفرومه، والبهارات بتاعتي ملح فلفل اسمر بهارات مشكله. ومعايا هنا بصل حلقات. الفرخه دي انا هعملها بطريقه تخليكم تاكلوا الفراخ وتعملوها كل مره بالطريقه دي. بس اول حاجه هعملها هنا هجيب البصل الحلقات وانزل بيه في ارضيه الصينيه كطبقه حمايه للفرخه، وفي نفس الوقت الفرخه تاخد من طعم البصل. مش عايزه اقول لكم البصل كان طعمه عامل ازاي. انا كنت بمسك صابع المحشي احطه في الصوص اللي نزل من الفراخ بالبصل ده كده واكله، حاجه اختراع ملهاش حل. هقلب البهارات اللي عندي كلها بالشكل ده كده، وهنزل بمعلقه واحده منها على البصل، وطبعا كده تقليبه بسيطه على الماشي. نيجي بقى هنا لزيت الزيتون اللي معانا، وده اختياري بس انا فضلت زيت الزيتون لانه خفيف جدا ومفيد، وحطيت حوالي معلقه صغيره منه. هجيب بقيه البهارات وانزل بيه على البصلايه. واهم حاجه عندي في الخطوه دي ان انا يعني امكس البصله بالتوابل كويس. حطيت برضو معلقه صغيره من زيت الزيتون، وده للطعم وللفايده اللي هتكون موجوده فيه. لقيت هنا عندي الجلد تحت الصدر كده في الفرخه مفتوح، فحبيت ان انا احشيه او اي حاجه فاتحه موجوده في الفرخه. يا ريت يعني ان احنا نحشيها، نستغل الفرصه دي. حطيت من الجنب من الحشوه بتاعه البصل والبهارات، وبعدين هبدا احط بالشكل دوت كده على الفرخه من فوق. ما تستغربوش ان انا اشتغلت بايدي، ده لما اكون منهمكه جدا ودماغي شغال في التتبيله والطعم اللي انا عماله احققه. ده الشكل بتاعها. هنغطيها بورق زبدة وبعدين ورق فويل ونحطها في الفرن. هتاخد معانا حوالي ساعة الا ربع. الفرخة زي ما قلت لكم كانت كبيرة، وهوب فجأة مرة واحدة اتحسدت وصلت للحجم الصغير اللي انتوا شفتوه ده. تعالوا بقى هنا نشوف المحشي. المحشي هنا الكرنب سلقته، بس الاول هقول لكم بس على الخلطه. معانا قطع صغيره كده من الدهن، ومعايا هنا البصل، ومعايا البهارات بتاعتي ملح وفلفل اسمر وبهارات مشكله، وصلصه طماطم حاطه فيها فلفل احمر. الكرنبه بتاعتنا سلقناها في معلقه صغيره جدا من الملح، وحطيت ورقتين لورا. سيبكم من فكره الكمون دي، ما بقتنعش بيها، الاحسن ولا ورق لورا. فحل على النار هحط فيها معلقتين الدهن، وهو مش دهن، هي يعني شوية كده سمين او دهن ضاني. وهبدأ ان انا اقلبها كويس جدا لحد ما تطلع المادة الدهنية اللي فيها او الريحة بتاعتها تطلع بالشكل ده كده. بعد كده هنزل بمعلقتين من الزيت، معلقتين مش كبار يعني، حاجة بسيطة من الزيت كفاية المادة الدهنية دي. كل مرة لو تلاحظوا انا بغير في طريقة المحشي وفي طريقة التسبيكة بتاعت المحشي، لان انا بحب التنوع والاختلاف. مش عارفة ايه اللي قلب الكاميرا، بس زي بعضه مش هتفرق معانا. هنزل بالبصل اللي معانا، البصل المفروم، وهديله تقلبتين. واول ما الاقي البصل دبل معايا هنزل بالبهارات اللي موجودة معايا. البهارات المشكلة اللي انا بعملها دي بتخليني بصراحة مش محتاجة بهارات كتير، هي بتفوق كل تخيلاتي. بستخدمها على المشوي والمحشي والمقلي، على كله بصراحة. اول ما البصل دبل معايا هنزل بالصلصه واديها تقلبتين واسيبها لحد ما تغلي. واول ما تبدا تغلي كده وتعمل بابلز ههدي عليها خالص عشان تتسبك على الهادي. اهم خطوه في المحشي، وعايزين تاخدوا محشي صح وقلتها لكم قبل كده، يبقى الصلصه تتسبك على نار هاديه. طبعا مش عايزه اقول لكم الريحه كانت عامله ازاي، وده قوام الصلصه بتاعنا. هنزل بعد كده بالرز،
وده رز مصري مغسول متصفي جدا. هنزل بالكمية اللي معاه لان الكرنباية كانت بسم الله ما شاء الله كبيرة شوية. كل حباية رز معانا هنحطها ما تقلقوش. هفضل اقلب بالشكل ده كده لحد ما كل الرز يختلط بالصلصة. وطبعا اللي متابعني وعارفني وعارف ان انا دايما بسيب الرز يهدى بعد ما بحطه في صينية، عشان لما نيجي نحط الكزبرة يكون الرز بارد واخد نفس الطعم والنفس بتاع الكزبرة. كده الرز معانا اهوت، شايفين لونه بسم الله ما شاء الله حلو قوي. مش عارفة ليه على البوتاجاز بيديني لون تاني بس زي بعضه، هو ده اللون الحقيقي بتاعه على فكرة يعني. هسيبه لحد ما يبرد، وبعد ما يبرد هنزل بالكزبرة بتاعتي وهي عبارة عن كزبرة وشبت. هتقولولي انت دايما فيديوهاتك المحشي فيها كتير، كل شوية تعملي محشي كل شوية تعملي محشي. كل شوية اعمل محشي، بس بعمل المحشي بتتبيلة مختلفة، بسبكها بطريقة ومكونات كل مرة بتكون مختلفة. فليه لأ، ليه ما نقولكمش عصير خبرتي مع المحشي. هنجيب بقى الحلة اللي معانا هنا وهبدأ افرد فيها ورقة من الكرنب. الورق الكرنب اللي هو الاخضر ده الغامق، انا مش برميه يا جماعة، انا مش برمي اي حاجة من الكرنب، انا بستغلها كلها وبستخدمها كلها. هحط الورق ده كده في الارضية زي ما انتوا شايفين بالشكل ده، وهبدأ بقى ان احنا نلف مع بعض المحشي. معلومة تانية برضو حلوة كده مهمة احب اقولها لكم، لما تطلعوا الكرنب ورق الكرنب من الحلة فردوه على صينية كبيرة لحد ما يبرد، ولما يبرد لموه وقطعوه بالشكل اللي انتوا عايزينه. ده هيخلي الكرنب نفسه حلو معاكم وفي نفس الوقت ما يعملش ريحة، تقدروا تستغلوه وتعنوه لفترة تانية كمان في التلاجة. كده خلصنا الحلة بتاعتنا تمام قوي بسم الله ما شاء الله، كانت حلوة جدا. عايزة اقول لكم بقى ان ابدعوا كده في الرصة اللي انتوا بترصوها في الكرنب، اي رصة تعجبكم. هي دي الرصة اللي انا عملتها، مش عارفة برضو ايه اللي قلب الكاميرا بس زي بعضه. الصلصة بتاعتنا كانت لتر مية وعليه معلقتين من كبار من صلصة الطماطم اللي كنا عاملينها، ومكعب مرقة الدجاج والملح، وظبطنا الملح بتاعها. هسيبها تغلي، وبعد ما تغلي ههدي عليها واسيبها تستوي على هادي يا زبادي. خدوا بقى احلى نفس واحلى طعم لمحشي الكرنب. تعالوا نشوف الاول كده الفرخة بتاعتنا ايه شكلها. واو، البصل اللي في الارضية دايب دوب ملوش اثر، وفي نفس الوقت الفراخ بقى طعمها حلو قوي، والفرخة برضو خست قوي. يلا بقى زي بعضه. هناخد هنا معلقة من الكاتشب، معلقة صغيرة مش كبيرة يعني، او معلقة صلصة زي ما يكون متوفر عندكم، وهبدأ ادهن بيها الفرخة علشان تاخد لون كده لما نحطها تحت الشواية وتحميرة تكون حلوة. انتوا عارفين الفرخة دي انا كنت حابة ان انا اكلها جنب محشي، اكلها جنب رز، اكلها بعيش، بصراحة ملهاش حل. ده المحشي معانا بعد ما استوى، لذيذ جدا شكله مغري. الفرخة برضو نفس النظام بسم الله ما شاء الله، الله اكبر اللهم بارك. مش بشكر والله عشان انا اللي عاملاها، لكن هي فعلا تستحق التجربة، حاجة عظمة. عايزة اقول لكم لو وصلتوا لحد هنا ما تنسوش تشتركوا في القناة وتفعلوا زر الجرس عشان يوصلكم كل جديد، وتكتبوا لي دعوة حلوة في الكومنتات. انا وامي ست الكل ربنا يبارك لي فيها ويسعدها في الدارين ويحقق لها كل نفسها فيه، اللهم امين. انا كنت خايفة وانا بشيل الفراخ تقع مني او تتهري من كتر ما هي كانت دايبة. رصيت المحشي كده رصة عشوائية بس كانت نوعا ما لذيذة وحلوة، والعين بتاكل قبل البق، ده مبدئي، وانتوا لو متابعيني صح هتقولوا الكلمة دي. احلى صوابع محشي بألف هنا، جربوا الطريقة وادعولي. باي باي.